الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. حياكم الله. قضية المهدي المنتظر قضية عامة تهم الأمة العربية والإسلامية كلها، لذلك عند تعبير أي رؤية عن المهدي المنتظر لابد أن أتقيد فيها بما يخص الرؤى العامة، يعني لابد أن تكون فيها دلائل وقرائن تدل على أنها عامة وليست خاصة. ولكن توجد فئة معينة، فئة محدودة فقط من الناس يمكن أن يروا رؤية خاصة ليست عامة وتكون رؤية صادقة عن المهدي المنتظر. وأكرر، هي فئة محدودة، فئة معينة فقط من الناس. رؤية اليوم بإذن الله فيها البشارة عن المهدي المنتظر. تقول الرؤية: رأيت كأن الناس متخيلين شكل النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا صفاته في شخص جعلوه في فيديو، يعني الناس اجتمعوا تخيلوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوها في شخص وضعوه في فيديو منشور لعامة الناس، متخيلين أن هذا هو شبيه ومثيل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وكان هذا الشخص جالس، يعني ليس قائم وإنما جالس، وكان شعره أسود ولحيته سوداء، وكان على أعلى أنفه من الأعلى شامة أو حسنة صغيرة، وكانت الصورة تعمل زوم يعني تكبير على الوجه. متأكدة أن أكثر من يستمع الآن سيقول: أين المهدي في هذه الرؤية؟ نسمع شرح التعبير. كلمة الناس ومعنى أنه فيديو منشور لعامة الناس، هذا يدل على أنها رؤية عامة وليست خاصة. الناس متخيلين أن هذا هو شبيه ومثيل النبي صلى الله عليه وسلم، متخيلين يعني شخص يحلمون به، شخص ينتظرونه. الإنسان إذا تعلق بشخص أو تمنى شخص يظل يفكر فيه، يظل متعلق به وتفكيره متعلق به ويظل في خياله، متخيلينه يعني منتظرينه. شبيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، مثيل النبي في اسمه ومثيل النبي وشبيهه في مهمته التي سيقوم بها وفي اتباع نهجه وهديه، ويقود الأمة كما قادها النبي صلى الله عليه وسلم، وينجو بالأمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبب في نجاة هذه الأمة، وكان جالس وليس قائم. هذه النقطة فيها بشارة أنه موجود بيننا، أن المهدي موجود، لكن الله أعلم بسنه وعمره، قد يكون مازال طفل وقد يكون بالغ، الله أعلم، ولكن هذه بشارة أنه موجود، ولكن لم يكلف بالمهمة بعد، ولم يصلحه الله سبحانه وتعالى بعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلحه الله في ليلة، يهيئه الله ويصلحه في ليلة لهذا الأمر العظيم. وكان شعره أسود ولحيته سوداء، لأنه يسود هذه الأمة ويكون قائدها، وفيها أيضا تشبيه الصفات الشكلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أعلى الأنف حسنة أو شامة صغيرة. أعلى الأنف هو موضع الافتخار والنسب. الإنسان إذا كان في ذل وقهر نقول رغم أنفه، ولكن هذا موضع الافتخار والنسب، وهذا دليل أنه نسب الحسن بن علي رضي الله عنه. يؤيد ذلك قول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف: وفي كونه من نسل الحسن بن علي سر لطيف، وهو أن الحسن رضي الله عنه ترك الخلافة لله، فيجعل الله سبحانه وتعالى من ولده من يقوم بالخلافة الحق، وهذه سنة الله في عباده، أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها في نفسه وفي ولده، بعكس الحسين رضي الله عنه والذي قاتل من أجل الخلافة. انتهى كلامه رحمه الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة رضي الله عنها. وكانت الصورة تعمل زوم على الوجه. زوم كلمة إنجليزية، خلينا في لغتنا العربية الأصيلة. زوم يعني تكبير، تكبير بمعنى الله أكبر، رمز الانتصار والفرحة على الوجه عندما يكون سيد القوم. الوجه أصلا في اللغة العربية هو سيد القوم وشريفهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وجيها في الدنيا والآخرة، يعني له المكانة والهيبة. وهذه علامة على فرحة الأمة عندما يكون قائدهم وسيدهم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.